الإمام الأوزاعي: ما من خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة من أصلح ذات بين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. القصة اللي معنا الآن هي خلاف بين ولد وأمه. أسباب الخلاف رح نشوفها، ولكن بالأول نستقبل صاحب الدعوة حسان محمود. أهلا حسان، كيفك حبيبي؟ تفضل. أهلا بحسان. اهلا بحضرتك. حسان، قديش إلك مقاطعها للوالدة وتركت البيت؟ سنة. وما حكيتها بهالسنة ولا حاولت تحكيها ولا؟ حاولت كتير. حاولت كتير وهي رافضة. تمام. قصة حسان بسيطة جدا، رح لكم إياها. حسان كان ماشي حاله، عايش مع أمه هو وأخته. الأم والأب مطلقين، عايش مع أمه بخير وبسعادة تعرف على بعض الإخوان، على بعض الشباب، لعبوا له براسه بعقلاته. المهم أنه كان مؤمنا، كان ماشي على الصراط المستقيم، أمه مبسوطة منه. وإذ بعشرته مع هؤلاء الشباب اللي كانوا أحيانا يتريقوا عليه لما يكون عم بيصلي، ترك الصلاة، ترك الدين، وألحد، أصبح ملحدا. حست الوالدة على الأمر، حاولت تحكيه إلى آخره، لم تنجح كثيرا. ولكن المشكل وقع لما الوالدة فتشت له بغراضه، لقى عنده كتب عن الإلحاد. ما استحملت، أخذت هالكتب قرأتها. رجع حضرته على البيت، شاف انه امه حرقت الكتب، زعل من امه، شاجر معاها وترك البيت ومشي، وله سنة البيت. مظبوط. مظبوط. بس اللي هالاولاد هودي الشباب اللي برفقتك اللي وين صاروا؟ بعدك انت وياهم؟ انا دلوقتي معاهم. نعم. تركته. طيب شو اللي خلاك تلحد؟ يعني شو الالحاد يعني؟ لا، هي في البداية اساسا كان الموضوع كله ان انا في سنة ثالثة، فاحنا كنا مع بعضينا اصحاب، نسهر مع بعض ونخرج مع بعض ونروح كل حتة مع بعض. هي ابتدت القصة ان انا كل ما اجي اصلي او اجي مثلا اقول لهم يلا نصلي، تريقة، بلاش، مرة مع مرة مفيش، طب تعالى نسهر، تعالى نروح. بس فهي ابتدت كده. وجينا بعد كده، جيت في مرة كنت قاعد معاهم وكده، فهم معاهم كتب ملخصة كلها ان مفيش دين، مفيش حساب، مفيش عقاب. نعم. كل شيء مباح. بس فانا ابتديت ابص بصه في الكتب دي والقي نظره عليها، ابتديت اتشد ليها، ابتديت بعد كده امشي معاهم، اشوف هم بيعملوا بعمل زيهم. بس جيت مره مع مره لغايه لما والدتي ابتدت تلاحظ عليا ان انا ما بصليش. بقيتش مثلا اختي ما بتصليش، ما اقولهاش ما بتصليش ليه. بس فلاحظت عليا ان انا ابتديت ابعد. لغايه لما جت في مره، هي لقيت الكتب دي، انا جيت لقيتها هي مقطعه كلها مولعه فيها. بس شديت معاها وعملت ليه كده، قالت لي هي كده، وشدينا مع بعض جامد، ضربتني ومشيت البيت ومشيت. طيب مشيت، شو صار بعدين؟ اللي صار بعد كده ان انا قعدت مع زمايلي. يعني انا سبت البيت قعدت مع زمايلي. ماشي، بس كنت طبعا بحاول ارجع، مفيش، هي ما كانش راضيه. طيب وليش هلا شو صار معك يعني؟ هل انه رجعت للدين؟ رجعت تؤمن؟ شو اللي حصل معك؟ بص حضرتك، انا في الاول لما فضلت قاعد معاهم كل حاجه غلط، حتى المذاكره ما بقتش مذاكره. كل حاجه بعملها لازم تبقى فيها حاجه واقفه، حسيت ان في حاجه غلط. بس جيت في مره، جينا كان ليا واحد زميلي تاني في المنطقه برضه، بس دول ناس كويسين ما لهمش دعوه، اتعرفت برضه من طريق الناس دي. ماشي، فحكيت معاه وكده وبتاع، قال لي انت المفروض تروح تقعد الشيخ يحكي لك الموقف، تحكي له الموقف وشوف كلامه وشوف هو يقول لك ايه. رحت قلته وحكيت له. طبعا هو يعني انا كنت متوقع مثلا ان هو هيصدم مني، هيكلمني بطريقه مش كويسه. لا، لقيته تقبل الموضوع وقال لي عادي، وانت بس حاول ترجع تاني، مش لازم ترجع على طول، لا، واحده واحده. انت دلوقتي ما بتصليش؟ قلت له لا ما بصليش. قال لي يعني انت حاول مثلا تصلي دلوقتي مش مشكله في ميعاده، تبتدي تصلي الفرض التاني، لغايه لما تلاقي نفسك رجعت تاني زي الاول.
انا بمسافه انا دخلت وصليت لقيت نفسي ارتحت تاني، يعني انا ارتحت نفسيا. مينو الشيخ؟ ايه؟ شو اسمه الشيخ؟ اسمه الشيخ مصطفى. مصطفى، بدنا نحييه للشيخ مصطفى. ايه بس ابتديت اشعر اني خلاص انا ابتديت ارتاح نفسيا تاني. وبعدين طبعا والدتي واختي فبعض يعني اثر كتير، فكنت دايما احاول ان انا اكلمها او ان انا اصالحها او ان انا اقرب منها، ما كانت رافضه تماما. بس انت لما تركت هل دفعتها؟ هل اذيتها؟ هل مديت ايدك عليها؟ لا ما مدتش، بس هي كانت مشاجره، يعني احنا شدينا مع بعض جامد في الكلام. هي اللي مدت ايدها في الكلام يعني. في الكلام يا سيدي. يعني المهم انه يعني رجعت انت الى صوابك والى ضميرك والى قلبك والى دينك، وجاي هلا نشوف الوالده وتصالحها. وجهنا الرساله، الجواب يعني الى الوالده. خلينا نشوف كيف تسلمته وكيف تلقت هذه الدعوه. اهلا جورج، النهارده بالقرب من اهم معالم سياحي في العالم، الهرم، عشان نسلم دعوه حضور لشاهناز زكريا. صباح الخير. حضرتك استاذه شاهناز زكريا؟ حضرتك بتشتغلي اخصائيه اجتماعيه صح؟ فين؟ في وزاره الشؤون الاجتماعيه. وزاره الشؤون الاجتماعيه. حضرتك عندك ولد وبنت؟ عندي ولد وبنت، ساره. حضرتك 48 سنه؟ تمام. طيب حضرتك دي دعوه حضور لبرنامج جورج قداحي. ميرسي. حضرتك قبلتي الدعوه؟ ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله هتشرفينا ان شاء الله. ماشي جورج، استاذه شاهناز قبلت دعوتك، في انتظارها ان شاء الله. شكرا. السيدة شاهناز قبلت الدعوة، صارت بالخارج ناطرة إشارة منا. قصتها مع ابنها حسان، القصة اللي سمعناها قبل شوي مع حسان، إنه حسان عايش مع والدته وأخته، في طلاق بين الأب والأم. إنما حسان تعرف على شباب يعني أثروا عليه، ترك دينه، أصبح ملحدا. اكتشفت شاهناز كتب بغرفته، كتب إلحاد، أخذت الكتب وحرقتها. زعل خاطره الاخ حسان، شاجر مع امه، ترك البيت وصار له سنه خارج البيت. يبدو انه اهتدى في هذه الغيبه، راح شاف شيخ، وفي شيخ كلمه الشيخ مصطفى، ورجع يعتذر من امه، يقول لها سامحيني، ويرجع على البيت. خلينا نشوف شو بتقول شاهناز. بدنا نادي السيده شاهناز. اهلا سيده شاهناز. اهلا وسهلا، تفضلي. حضرتك اخصائيه اجتماعيه شاهناز، عم بتمارسي هالعمل؟ مارسته حوالي 7 أو 8 سنين. بالتعلمي يعني بالدراسه ولا بجمعيات ولا؟ في وزاره الشؤون الاجتماعيه. في وزاره الشؤون الاجتماعيه. يا اهلا وسهلا فيك. طمنيني كيف الحياه معك؟ تمام الحمد لله. حضرتك مطلقه وعندك ولدين، عندك صبي وبنت؟ تمام. شو اخبارهم؟ تمام الحمد لله. كلهم كويسين؟ الحمد لله، ما عدا واحد. هون الصبي، في غيره؟ بس انا نسيته تقريبا يعني. في البنت لكن الولد مش معايا. الولد مش عايش معاكي. البنت شو اخبارها؟ البنت شو عمرها ما شاء الله؟ 19 سنه، عروسه. كليه تجاره. كليه تجاره، ما شاء الله عليها. بتعرفي مين دعاكي للبرنامج؟ حضرتك. بس انا مش انا صاحب الدعوه الحقيقي، اللي دعاكي هو شخص اخر، انا وسيط. بتحبي تعرفي مين دعاكي؟ طبعا. فيك تطلعي بالشاشه.
انا نسيته اصلا، نسيتي؟ فقدته من حياتي. والله معقولة أم تنسى ابنها؟ حصل؟ صعب. نعم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تلاقي ابنك ألحد أو نسي حاجة اسمها ربنا. أنت هتكون معاه إيه؟ هو اللي حصل هيك؟ طبعا. نسي ربنا. طبعا. يعني أنا يا ريت بتخبريني شو اللي حصل مزبوط. هو من الموضوع دوت من سنة أو من أكتر من سنة، بس أنا اكتشفته من سنة بالظبط. أنا طبعا متولية الولد والبنت، وصل لغاية تانية كلية كان كويس، تالتة كويس، رابعة بدخل عليه الغرفة لقيت كتب تتكلم عن الإلحاد وعن إله غريب، وبعدين بدأت ردوده مش كويسة معي، مع هو مش متربي على كده. كان صلواته وفروضه ناحية ربنا قائمة كان تمام. شفتيه تغير، حتى ردوده معايا اتغيرت. قلت اسيبه، يمكن فكرة جديدة في حياته، حب ولا أي حاجة تانية. فوجئت بالكتب دي في مكتبته. شو فيها الكتب هذه؟ أنت حضرتك بتتكلم عن إن مفيش حاجة اسمها ربنا، إحنا اللي بنصنع نفسينا وإحنا اللي ماشيين، إحنا اللي بنعمل. أنتوا مين؟ أنتوا مين؟ يعني هذا المبدأ الوجودي، يعني هذا الوجوديين كده. بس إنه إحنا خلقنا ما في الله. بالظبط كده، مفيش حاجة اسمها ربنا، ده اللي بتعمل، ده أنت اللي بتسوي. هذا الكون أساسك كله يعني الانفجار أساسك الكبير إيه؟ والأشياء. أساسك إيه؟ طب لدينك. ردوده بقت سخيفة عليا، اضطريت أمد إيدي عليه. نعم. خدت الكتب حرقتها، أخذ بعضه ومشي. من سنة. من سنة. حاول وما عرفتي عنه؟ مش برضه ان انا اكلمه خالص. وهو حاول يكلمك؟ حاول بس انت رفضت؟ طبعا. قاسية انت. والله عشان التربية لوحدي فلازم اكون اب وام. لما تكون اب وام بيبقى نوع من القسوة عشان تربي اولادك صح. عشان مصلحة الاولاد. طبعا. برافو عليك. اكيد. عشان مصلحة الاولاد، وانت ست. عطف بس، ما في عطف وحنان وحب وفي نفس الوقت قسوة عشان الميزان يتعدل. طيب بس بهالنص ما شعرتي هيك بعاطفة الام شوي؟ لو يعني هو على نفس مبادئه مشيان ورا صاحبه مش عايزاه. لكن انا ما بدي يكون مدافع عنه ولا بدي يكون يعني، بس انه ما سيبيه لربه يعني. ما ينفعش. انت الديانة، انت بالدين. لا انا مش بدين. نحن بدين لك انا لا طالب مخلوق في معصية الخالق، ولكن لو هو الدين يقول لا اكراه في الدين. ونعم بالله. ونعم بالله، بس ما يعيش في وسطينا. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في شيء في خلاف على ذلك؟ لا طبعا. في احلى من هيك تسامح؟ لا ما في. يعني الله سبحانه وتعالى ديمقراطي اكثر من هيك؟ وانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن ليش نحن بدنا ندين، وخاصة اولادنا يعني؟ عشان دي تربيتنا، ده اساسنا، دي تقاليدنا، دي عاداتنا. هل حاولتي تقنعي؟ حاولت. هل مثلا جبتي حدا بيفهم، شيخ؟ لا هو جبتي كان انسان يأثر عليه؟ ماشي ورا اصحابه. طيب اصحابه خلاص هم اصحابه وهم هودي رفاق السوق بالظبط. بس ما حاولتي انت مثلا تجيبي شخص يقدر يأثر عليه، بيحكيه بالمنطق؟ يعني بتعرفي شبابنا مفيش حد يأثر على حد الا الام. اولادنا يعني شوي بهالحضاره اللي عايشين فيها بعصر الانترنت، عصر التواصل الاجتماعي والشبكات والى اخره، يعني صاروا يعتبروا حالهم بيفهموا اكثر منا. على فكره انا متواصله معاهم. انا معاهم في كل حاجه. انت معهم في كل حاجه. ما تركتي؟ لا. طيب ما زال التكنولوجيا طيب ما زال متواصله معاه، كيف تركتيه يوصل لهون؟ هو اصحابه بداوا ياخدوا في حاجات تانية كتير. طيب اقتناعات ما شعرتي انت مش مسؤوله شوي؟ يعني ما حسيتي انه ما صلى معكم اليوم، ما صلى بكره، يمكن في حاجه ما صلى بعد بكره، في شيء ما قلتي؟ في شيء؟ لا حسيت. ما سألت؟ حسيت وسالت، بعدين لقيت ردوده سخيفه فقلت يمكن متضايق من حاجه بره، يمكن أيوة. هيرجع تاني زي ما بيعمل بره ويجي يتكلم معايا ويفضفض بالليل ونقعد مع بعض ونحكي، وانا وهو والبنت بنعمل ايه النهار، ايه الجديد، ايه القديم، ايه الحديث في حياتنا. ما لقيتوش عمل كده، فبدات اشوف ايه اللي في الاوضه عنده، بدات ادخل اشوف ايه اللي بيقراه. شفت الكتب؟ شفت الكتب. ست شاهيناز، انا بدي اقول لك، انا قبل تكلمت معه، بعت معي تشيك
مليون. كمان سيربح مليون بجد. اوعى تكون دي بس لعبه. انا تكلمت معه قبل شوي بقى، سمعت روايته وسمعت وعرفت انه اثروا عليه هودي الشباب، وعرفت انه هو ابتدى يعني رجع بعد ما مشي بطريق الضلال وبتأثير من هالرفاق السوء اللي تكلمنا عنهم. صار عنده مشكلتين، أول مشكلة إنه اشتاق لك أنت أمه، اشتاق لأخته. ثاني مشكلة إنه مش مشكلة يعني بالعكس حلت المشكلة إنه رجع إلى دينه. بس بعت لك رسالة، هالرسالة بيقول لك فيها، بدي أقرأ لك إياها قبل ما هو يحكي، بحب أقرأ لك إياها. بيقول لك: أمي الحبيبة غالية شاهيناز، وحشتيني يا أمي، ووحشني منزلنا، وأعرف أنك غاضبة مني وأنك كنت خائفة علي، لكنك مع ذلك تركتيني أخرج من المنزل. ما زلت أذكر كل ما علمته عن الجنة التي هي تحت قدميك، ولعلك تذكرين يوم بعت هاتفي لأشتري لك هدية عيد الأم. ومع ذلك يا أمي، ومع أنني جئت هنا في الأساس لأعتذر لك، فأنا عاتب عليك، عاتب عليك يا أمي، لأنه كنت فيه كان يحتاج إلى حوار مع من يفهمني أو يفهمني الصح من الخطأ في ديني. فها أنا أحاول أن أرضيك وأعتذر لك، فأنا ميت حي بسبب بعدك عني. أنا آسف يا أمي، ولنبدأ صفحة جديدة رضاك فيها عني هو ما سيساعدني ألا أذهب لهذا الطريق مرة أخرى. والمسامح كريم. صار يكتب. ايه رأيك؟ هو اساسه كويس. اساسه كويس. اساسه كويس. للاسف. اذا الام والاب كويسين لازم يكون كويس. يا حسان بدك تحكي لها للمام قبل ما سامحتك بعد. في كلام لازم تقوله، قول لها اياه، طلع فيها، خبرها. انا خلاص قعدت مع الشيخ واقنعني ورجعت تاني اصلي زي الاول، وان يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، وان اي كتب من دي تانية وان القصه بتاعت الكتب بالالحاد باصحابها كلها بالاصدقاء دي كلها انا بعدت عنها تماما، ونفسي ارجع تاني راجل البيت زي الاول. انت اليوم فرحت انه الوالده حرقت لك الكتب اللي كانت عندك بالغرفه، كتب الالحاد، انت فرحان اليوم؟ فرحان اليوم. تشكرها لانه حرقت الكتب؟ طبعا، بس انا ساعتها ما كنتش مدرك موضوع الكتب، بس يا ريت تسامحني. طيب قبل ورفاقك بعدهم رفاقك هودي رفاق السوق؟ لا خلاص بقى مفيش رفاق سوق تاني. ما عم تشوفهم بقى ابدا؟ لا. قال لك سامحيني، يعني انا بقول عنه سامحتيه؟ سمحته من بره لكن من جوه لسه. طب وهي الطار؟ ما ينفعش ما احسها منه، من افعاله، من تصرفاته، طريقه ردوده عليا وعلى اخته، طريقه تصرفاته معانا، عشان اقدر تاني ان انا اوليه البيت يبقى راجل جنبي. يعني انا معيش حد، ده هو لازم احس دي فيه، لازم. صعبه انك تكون رب اسره ست، اذا كان الراجل بيقول لك لا انا تعبان، نعم، ورب اسره، فبالك الست تبقى راجل وست في نفس الوقت. عندك بنت في البيت وهو. طيب انت اذا سمحتيه يعني عم تقولي يرجع على البيت؟ تصرفاته الاول، اقنعني بتصرفاته. طيب وين كيف بده يقنعك؟ اذا بضل خارج البيت ولا بيرجع؟ ممكن ادخله البيت، بس يبقى فتره مش هكلمه فيها الا لما اشوف تصرفاته صح. مش هقدر اوليه البيت تاني. بس بتقولي له تفضل ارجع البيت؟ اكيد طبعا، ده بيت طبعا. اكيد. قولي له المسامح كريم وخلينا نفتح. مسامح كريم. أنا أشكرك على ثقتك وعلى محبتك. تفضل قرب.
تغير عليكي لهالسنه؟ طبعا. شو تغير فيه؟ طبعا شكله اتغير خالص. كيف كان؟ كبر شوي. شوي بس وشه اتنحت. كبر. على كل حال حسان شكرا. شكرا ثقتك فينا، شكرا انك عرفتنا على الوالده، وشكرا لك اني قبلتي دعوتي وانه تسامحتي. هذا ابنك والله يوفقكم ان شاء الله ترجعوا سوا افضل مما كنتوا. يعني كل قصة بتنتهي على خير، بتسعدني أكيد وبتسعدكم. هيدي قصة من القصص اللي بنشوفها بالحياة، قصص تبقى عادية جدا ولكن معناها كبير، وفي قصص كبيرة بيبقى معناها فيها. نلتقي إن شاء الله بقصة جديدة مع المسامح كريم. ميت أهلا ومرحبا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصة اللي معنا الآن هي من المغرب، قصة لها علاقة بزوجين طبعا ولكن لها علاقة بالشهوة. راح منشوفها، إنما قبل نستقبل صاحبة العلاقة وصاحبة الدعوة رشيدة من المغرب. أهلا ست رشيدة، أهلا تفضلي. أهلا برشيدة. شكرا. ايه اخبارك؟ الحمد لله. طمنينا. ايوه. انت من المغرب، من وين؟ من الدار البيضاء. من الدار البيضاء، كازابلانكا. كازابلانكا. اهلا وسهلا. مالك هيك خايفه شويه؟ لا شوي. مربوكه شوي. مربوكه. رشيدة، بالاول رح بروي قصتك انا للمشاهدين، بعدين بحكي انا وياكي شوي تشوف ليه عملتي هيك. رشيدة تزوجت بالعام 2012، تزوجت من شخص مغربي من الدار البيضاء اسمه المختار. من 2012 إلى أن تطلقت رشيدة لم تتمكن من الإنجاب. رشيدة حاولت، بتحبه لزوجها، بدها تجيب له ولد، بس راحت لعند الطبيب، قال الطبيب المشكل منك أنت. صديقتها، إحدى صديقاتها نصحتها إنها تروح لعند، هي بتقول راحت لعند طبيب أعشاب، زوجها بيقول راحت لعند مشعوذ. هلا بنشوف الحقيقة بس تسمع زوجها، بس راحت لعند طبيب أعشاب مثل ما بتقول، وصف لها خلطة أعشاب، جابت الخلطة على البيت وقال لها بتعطي هالأعشاب لزوجك مع الأكل. بقى رتبت له عشاء وأكل وكسكس مغربي، حطت له الأعشاب معهم. بقى الرجل أكل، وإذ أصيب بنوع من التسمم، راح لعند الطبيب. الطبيب قال له هيدي من الأعشاب، هيدي في أعشاب ضارة، مش حقول إنه قال له من عند مشعوذ أو لا، بس أعشاب ضارة. رجع على البيت لما شفي، فتش في البيت إلى أن اكتشف لقى شوية أعشاب من اللي جابتهم الست رشيدة. زعل طبعا، قال لك رشيدة بدها تقتلني، وشك انه يكون مشعوذ عطيها الخلطة، وانها راحت لعند المشعوذين حتى تقضي عليه للرجل، لذلك طلقها. هلا لهم سنتين انكم مطلقين؟ ايوه لهم سنتين. طبعا رشيدة زعلانة، هي ما كان قصدها تأذي زوجها، ولكن هذا اللي حصل رشيدة. واجت رشيدة لعنا على البرنامج، على هذا الاستوديو، لحتى تحاول ان اولا تعتذر من زوجها، وتحاول تستعيد زوجها الى البيت الزوجي، مش هيك؟ نعم. بقى ان شاء الله يوفقك. انا بشكرك اولا على ثقتك انك جيتينا على البرنامج، جيتي من المغرب، وبتمنى انه كمان زوجك يكون رق ويكون اشتاق لك ويكون فعلا بحبك، وانكم ترجعوا لبعض. يا ستي، نحن أنا نيابة عنك أرسلت الدعوة إلى السيد المختار. خلينا نشوف إذا تسلم الدعوة وإذا قبل إنه يجي على الاستوديو. أنا هلأ ما بعرف إذا وصل ولا لا.
خلينا نشوف سوا. اهلا استاذ جورج، احنا الان كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء وبالضبط في المعارف، وغنتوجهوا باش نقلبوا على البيت ديال مختار المعرفي. اجوا معايا نشوفوا واش كاين. احنا الان قربنا للدار ديال مختار المعروفي. السلام عليكم سيدي، سي مختار المعروفي. هي لاله من مواليد مدينه جده البيضاء. والاب ديالك محمد بن طاهر. هي لاله. حنا سيدي جبنا لك واحد الدعوه من عند الاستاذ جورج. هلا قابل الدعوه ديال الاستاذ ان شاء الله. ان شاء الله سيدي. يلا الله يعافيك. السلام عليكم. الأخ مختار بالدار البيضاء تسلم الدعوة وقبلها، وبتصور أنه صار بالخارج ناطر لحتى نقول له يتفضل. بس بحب ذكركم قبل القصة أنه السيدة رشيدة زوجته السابقة للمختار كانوا مزوجين على مدى 2 حاولوا ينجبوا أطفال وهي بتحبه لزوجها وبدها تجيب له ولد، بس ما توفقوا. وقال الطبيب انه المشكله عندك انت. راحت لعند بتقول هي طبيب اعشاب، هلا زوجها بده يقول انه مشعوذ. راحت جابت اعشاب، خلطت اعشاب عشان يشربوها. شربوها 2، بس هي ما قالت له انه هيدي اعشاب من اجل الانجاب. يعني تسمم الرجال. اجى على البيت لقى انه في اعشاب ومش عارف شو مشعوذين. قال له الطبيب هيدي اعشاب من عند المشعوذين. اعتقد انه رشيدة بدها تقتله، لذلك طلقها ولهم 2 مطلقين. هلا اني رشيدة بدها تحاول تستعيد زوجها. بنشوف، الله يوفقها، ان شاء الله تنجح، وان شاء الله ننجح نحن كمان معها. بس بدنا نرحب بالاول بالمختار. اهلا بالمختار. اهلا حبيبي. اهلا ازيك؟ اهلا وش بخير؟ انا منور والله معك، والله العظيم. الله شرفت. السلام عليكم. تفضل حبيبي تفضل. بسم الله. تفضل. الحمد لله. جاي بالابيض كده، بدا الحر في عريس والله عريس. عريس يا ريت ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله ترجع من هون عريس. اللهم امين. ان شاء الله. ان شاء الله. انت تحت نصيبك ولا كيف؟ ايه؟ تحت نصيبك يعني انت في حد يعني بدك تتزوج ولا؟ ان شاء الله مصرية ان شاء الله. مصرية ان شاء الله. والله منك هي. تقبل عليا. منك هي. ان شاء الله. يا اهلا فيك. اهلا بالمختار. مختار شو بتشتغل حضرتك؟ انا عامل. وماشي الحال، مبسوط؟ الحمد لله. الحياة كويسة؟ احمد الله واشكره. الحمد لله. طمني المغرب، انا بحب كثير المغرب واهل المغرب الطيبين حبايبي. والله نحبك والله يا احمد. انا ما كانش عنك حبيبي. الله يخليك. ان شاء الله ليك حبيب قلبي. بس بدي اقول لك شغله، هذا البرنامج هدفه انساني ان شاء الله. يعني طبعا مش حنطلب منك مساعدات خيريه لجمعيات خيريه. نحن انا نور والله. ايه لا انت اسلمتك وبين عليك انك انسان طيب. شكرا. وانسان قلبك على كفك. البرنامج هذا هدفه اجتماعي، وعادة مش أنا اللي بدعي، بيكون في شخص آخر دعي، بس بواسطتي أنا، عبري أنا. قبل كل شيء لازم تعرف مين دعاك. بدك تشوف مين دعاك؟ ما كرهتش. ما تكرهش. طلع بالشاشة هناك. تغير وجهك تمام. اروح. عجب. خلص. لا اروح. طيب اسمع، خليني احكي انا وياك شوي. لا اروح بالله. طيب اسمع، بدي لا اروح. انا بدي احكي انا وياك قبل. لا. راح تروح.
هلا بتروح خيي، اقعد شوي، هلا بتروح. ما هلا أنا آسف والله. شفناك نحن. اقعد هلا، اقعد شوي، انا بدي احكي انا وياك. بدي احكي انا وياك في قصه. يعني الست زوجتك السابقه هي طلبت الدعوه. طبعا طلبت الدعوه من محبتها لك، يعني مش طالب الدعوه لانه عايزه تعذبك من المغرب وتجيبك لهنا بس انا عرفت القصه، انا عارف اللي حصل، اللي ما بعرف الخطأ على مين، بس بعتقد انه اساسه كله مبني على الحب. عم تسمعني؟ ايوه اسمع. طيب مختار، هيدي الست بعثت لك رساله راح بقرا لك اياها انا، بعدين بتقرر يا سيدي. ما نحن شفناك لسه واصل من دار البيضاء، يعني بعد ما حكينا. لا انت ما تعرفش طيب ولا حد عرفت يعرف. القصه انا هلا، بعدين بحكي انا وياك، بس خليني اقرا لك الرساله بالاول. اوكي يا سيدي، بهالرساله بتقول لك الست رشيده، بتقول لك زوجي الحبيب مختار، أخاطبك بزوجي لأنني لا أعتبر طلاقنا حدث، ولأنني لم أحب غيرك ولن أحب سواك. كلام كلام؟ كلام والله كلام. يا مختار، أنا أعرف أنني أخطأت وكنت أفقدك، لكنني لم أفعل ذلك سوى لأنني أحبك وأتمنى رضاك. كنت دائما لي نعم الزوج ونعم الحبيب، ولم أكن أريد سوى أن أنجب منك طفلا، ولهذا تسرعت وفعلت ما فعلت. يا مختار، كل ليلة أتذكر ما كان بيننا، ولا أستطيع أن أكمل حياتي بدونك، ولا أعتقد ده كلام أنك ستكسر بخاطر حبيبتك التي جاءت إلى هذا البرنامج لتقول أمام الجميع أنها تحبك وأنها تريد العودة إليك. فسامحني أرجوك، والمسامح كريم. هاي رسالتها. طيب أنت شو مأخذك عليها؟ ليه غضبان عليها هلا؟ دابا انا ما كنتش كده، انا دابا الوقت الله وليت شويه، انا كنت كده. ليه؟ علاش كنت ضعيف يعني؟ الحمد لله عندي صور، كنت سميت عارف سميتهم، كنت نجيب لك صور. يعني بعد ما الحمد تزوجت لله. بعد ما تزوجت نزل وزنك؟ واه نعم. ما عرفتش ليه انا بيع السحر ليه؟ سحر ما عرفتش ليه. في مشعوذين، في سحرة. انا عايز ميه. جيبوا لنا ميه يا شباب. تعال خليك انا قاعد، كنت عارفك خليك قاعد، معلش، خليك قاعد. دايخ؟ حسيت بشي؟ تعبان؟ يلا ميه يا شباب. خليها جنبه. انا سخنت والله. مختار، ريح شوي. نحن مش جايبينك حتى نغلبك ونعذبك ونأذيك يعني، لا بالعكس، انا بدي اياك تكون مرتاح، وهيدي فرصة اول شيء انه تعرفنا، وانت هيك. انا سعيد والله، جايب لنا والله معك، سعيد وسعيد بكل مصري هنا، والله احبك. جايب لنا معك، ولكن ما كنتش عارف. جايب لنا معك ريحة المغرب. والله. انا بعتذر، هذا البرنامج هيك، انا بعتذر عن جد. اخوان اللي هون اللي كيقولوا ما كاينش سحر، كاين سحر. ايه كاين سحر. لا، والله في ناس بيامنوا بالسحر، وانا بعرف يعني حولي في ناس بيامنوا بالسحر وبالسحره وباللي بيعرفوا بالغيب ومش عارف شو بالمنجمين بس انا شخصيا ما بامن، اقول لك بصراحه يعني. واللي بيكون ما بيامن بهذه الامور بيبقى عنده مناعه، بس اللي بيكون ضعيف بيستسلم، الاعشاب بتاثر عليه، والمش عارف والشعوذات بتاثر عليه. انتم بالمغرب على كل حال شائعه الامور كثير، في المغرب اكثر من غير دول موجود عندكم هذا الامر من السحر يعني. احنا ما بيقولوا عمل له عمل وعملت له عمل ومش عارف ايه. انت
شاكك انه عملت لك عمل يعني؟ ما عرفتش انا تقدر واش بغات باش نولي نحبها. انا كنت نبغيها، ما كنت حتى حاجه ما نعم. خاصها اي حاجه تنجيبها. نعم. فهمتي اللي بغات تنخرجوا تنسميتو. نعم. ولكن باش تنحس راسي بس كنت حسيت الحمد لله. طيب شو صار معك؟ قصه الطبيب قال هي راحت لعند طبيب اعشاب وصف لها مشان الانجاب يعني. انت تسممت. رحنا عند طبيب. دزنا عامين ما ولدناش. نعم. الحمد لله داكشي ديال الله. نعم. قلت لها ما يهمش نروحوا عند الطبيب نشوفوا شويه. قالت لي اسمع، قلت لها ما يهمش انت ما تجيش وليد ان شاء الله، لا بغى الله نشوفوا عاوتاني طبيب اخر شويه بشويه. ولكن مع الوقت شفت راسي ما عرفتش، وليت نتعصب فنيد. دابا انا عندي اسبرين خصني ضروري ناكل ديما. عصافي. دابا الحمد لله شويه انا رجعت قلت لك كنت كده شعري كان هين والله. وهذا تقول له من تاثير ما عرفتش والله. انت حاسس انه في شيء قوه اقوى منك عم تاثر عليك؟ ما عرفتش. دابا ميت طيب ليك مختار، بس هي قالت راحت لعند طبيب اعشاب مش عند مشعوذ. انت شو بتعتقد؟ بس انت جيت على البيت اكتشفت انه في اعشاب. مشاوذ. انا نقدر ان اكل. لان ما يقدرش طبيب يعطيك فيتامين. حاجه مزيانه. نعم. ولكن يعطيك مقويك مش يضعفك. انا اعشاب برجع. ما تتراجع صحتك مع اصدقائي كلمه واحده اثنين. مختار، انا بس بدي اطلب منك انا دلوقتي معصب بمونتي عليك. بس خليها تتكلم نسمع شو بدها تقول لك. اوكي تفضلي ست رشيده. هو موجود معانا المختار، وشفتي الصدمه الكبيره اللي صدمها بقى. انأذى. اذا بتريدي كوني صريحه وواضحه معه وعلي صوتك. انا صريحه كثير. انا ما الشكوك ديالك هي اللي خلاتك دير بحال هكا. انا نيت ما كنامنش بالشعوذه، وانا الا قلت له راني مشيت عند طب الاعشاب ما غاديش يبغي يشرب لي هذه الخلطه، لانني انا شربتها وما بنيش ناديه، لانني كنبغيه وباقا كنبغيه وما عمرني ما غادي. كلام والله كلام ما في نبقى نتكلم على بعض. كذب والله كذب. ما نكذبش عليك والله كذب. والله ما في انت. انا ما كنامنش انا كاع بالشعوذه نهائيا. انا ما قصدتش، انا بغيت غير ما الطبيب ما قداش ليا، وقلت نشوف طب الاعشاب يمكن يكون شي حاجه، لان بزاف الناس وصفوا لي هذا السيد هذا في المغرب وقال لك هذه الاعشاب راه كتساعد، لانني انا اللي عندي المشكل ماشي هو. ومع هذا ماشي. بس انت عملتي هالشيء مش بسوء نيه، انت عملتي هالشيء مشان تنجبي له ولد ويكون عنده ولد ويفرح بالاولاد، مش هيك؟ لازم تقولي له. سامع مختار؟ يعني الست اكيد يعني مش عملتها عشان تاذيك، عملتها لانه شايفتك بتحب الاولاد، بدك ولد، والمشكله الله يريد اولاد. صحيح. مرحبا باولاد. لا يريد اولاد الحمد لله. حبت ترضيك. لا ترضيني باكل غير بسحر. هي بتقول باعشاب مسمه. بتقول شراب اعطتك زي الشاي. ما عرفتش والله واش في شراب ولا في اكل ولا في طيب منسي ولا. يا رشيدة، الرجل يعني اخذ المسألة بشكل جدي، يعني تضرر وانزعج ومرض وتسمم. عم تحطي له شيء بالاكل كنت؟ لا احنا الخلطه راه ماشي بزاف، كنا كناخذ غير شويه، ماشي انا نيت كنت نشرب، ماشي غير هو اثرت عليه، يمكن عنده شي مشكل. ايه بس هو بيقول لي انه كان من وقت ما تزوجي كان ضعيف مسموم ما عندوش صحه. شو سبب هالشيء؟ كنت ملاحظه هالشيء انت؟ لا كان صحته منيحه. بيقول لي كان شعره طويل وكان هو اي واحد راه تيهبط له شعره، هذا ماشي بسبب. بس كان ضعيف هزيل، كان يعني كان حاسس صحته مش كويسه. مره كيغلط، مره تيضعف، مره بحسب. طيب قولي له هلا شو بدك منه لمختار هلا؟ انا كنطلب منه السماحه يسمح لي، وانا كنبغيه بزاف وما نقدرش هذا الوقت كله اللي وانا بعيده عليه. انا بديره
هلا بتروح انت، ما حدا جابرك على شيء يعني، رح تروح. بس انه انت خلص سكرت الباب، قفلت الباب، مش حبيبي والله العظيم نعم. كنت أرى لك اللي ترى لي أنا أتقدر تقتل. أنا حد الآن ما درت حتى حاجة وحدة قلت لها صافي. ما علمتها في كلام، ما علمتها بضرب، لا حاجة أبدا. كل معلمة طيبة طيبة طيبة، درجة درجة. نعم. بس يعني انت وصلت بانهيار عصبي، كان انهيار عصبي. أنا كنت انهيار عصبي، وأمي الله يرحمها كانت معايا، شافتني كوكا وطاحت هي مريضة وزيت. الله يرحمها. ما بدك ترجع التجربة هيدي بقى؟ لا 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 بس خلص أنا أبقى مع ابني. يعني انت مرتاح هيك؟ ابقى مع ابني المراه الاولى. المراه الاولى طلقتها، ودي المره الثانيه، وابني انا ابقى مع ابني احسن. وانه مرتاح هيك يعني؟ مرتاح احسن. ما هو بالنتيجه قرارك حبيبي. انا ما نحن بنحاول انه نوصل ذات البين، بنحاول انه نرجع العائلات تنجمع سوا. ربنا يسامحها. انا ربنا يسامحها، يسامح كل واحد. ده بس انت مش احسنها. ربنا يسامح. ولا رح ترجع له؟ لا ما عايز اتجوز، ولا هنا ولا في العالم كامل. ده كان حب كده. طيب ليك؟ انا هلا قلت حتاخذ واحدة مصرية؟ لا ما لكن سحر ما بي فيه والله. طيب نحن ما فيش سحر. لا انا بدي اياك، بدي منك شغله. نحن والله حبيناك. والله انا احبك كويس والله. حبيناك نحن كلنا هنا في هذه المجموعه كلها، الاستوديو كله، اكيد المشاهدين اللي عم بيشوفوك على الشاشه حبوك. نحن ما فينا نوقف بوجه ارادتك. انت في سحر، مؤمن انه في سحر، خايف من السحر، يمكن يكون في سحر ما بعرف، بس على كل حال ما فينا نجبرك. نحن مش حابينك تمشي، مش معناتها لازم تصلحها، لا، مش حابينك تمشي لانك انسان لطيف، انسان طيب. صمت 6 شهور متابع، 6 شهور. نعم. ماشي حيد علي واطلب الله يعاونني. الحمد لله 6 شهور. الحمد لله. 6 شهور وانت طلعت من هالمسألة. الحمد لله. انا بدي اياك تستمر هيك، ضلك قوي. الحمد لله. سامع؟ وعلى كل حال بدك تمشي. شو بدنا نعمل؟ مش حتسامح، ما فينا نجبرك ولا نلزمك. انا مسامح. واعذرني اذا كان جيت. هات لبوسك. شكرا. وشكرا لك. شكرا. والله بيحرجوني بهالبرنامج انه نحاول. طيب حاولنا يا ست رشيدة، انت مش مخطئة بعرف. الرجل عنده هاجس انه في سحر وهربان من السحر، هربان منك ومن السحر. ما تلومي، انت حاولتي، انا بتشكرك على ثقتك، انما ما فينا نلزمه ونجبره الرجال. هو دابا لانه هو واضح انه متوتر جدا. ايوه متوتر. السحر يوتر الناس، في ناس بيامنوا بالسحر بيتوتروا. لا الشكوك ديالو، والشكوك مش بس ديالو، ما انتم في سحر بالمغرب، في سحر في العالم كامل. في مصر، في سوريا، في شو كان بدك بهالقصه انت؟ لا انا ما عنديش اعشاب لا اعشاب راس ربسهم، حتى انا ما يمكنش نادي هو ونادي راسي. على كل حال انا بعتذر، بتاسف يعني انه ما قدرت، ما نجحنا، لانه واضح انه الرجال ما فينا نضغط عليه اكثر. يعني شرب مي وعرق وشوي كان اغمي عليه. هو مرتبك وراه صوت طبيب نفساني نجي. طبعا مرتبك. والسحر يربك الناس. في ناس اللي بيؤمنون بالسحر. دابا انت ما تخافش يا استاذ جورج بانني انا ما كنلتجئش للشعوذه. راه قلت لك غنادي راسي ونادي راجلي، ما يمكنش. وانا قصدي الانجاب. انا مصدقك اليك، انا مصدقك اليك، بس هو تاثر بالشكوك ديالو. هذا هو مش مصدق. على كل حال بشكرك على مجيئك. صحيح ما نجحنا، ممكن الله بيهديه بالمستقبل، ما بنعرف، ولكن هلا بدك ترجعي لوحدك على المغرب مثل ما جيتي، وبعتبر انه فشلنا نحن بهالمحاوله، وبس سعدنا انه شفناكي. تحياتنا الى المغرب والى الدار البيضاء. شكرا.
بس الأمثولة إنه اللجوء إلى الشعوذة بيخرب البيوت. ما نجحنا، ربما ننجح بقصص تانية في مصالحة شخصين. إذن إلى اللقاء. يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. القصه اللي رح نتابعها بعد شوي قصه بسيطه ولكن غير اعتياديه، هي من المغرب. قصه ما فيها خلاف، ما فيها طلاق، ولكن فيها كتير كتير من الحب. رح نحكي كامل القصه ولكن بعد ما نستقبل صاحبه المبادره. رحبوا معي بخديجه. اهلا وسهلا خديجه، تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بخديجه. خديجه من المغرب. من اي مدينه في المغرب؟ تارودانت. اين تقع؟ سوس. بالجنوب. بالجنوب. ايوه. انت عندك قصه رح نحكيها بعد شوي، ولكن اسمحي لي انا ارويها للمشاهدين. القصه وما فيها انه خديجه متزوجه من شاب اسمه سليم وعندهم بنتين. حب وسعاده، اذا فينا نقول اتفاق وتفاهم بين الزوجين، ولكن في مشكله كبيره. المشكله انه سليم يتعاطى الحشيش. مش بس يتعاطى، هو مدمن. من كثر محبتها خديجه لسليم حابه تساعده، حاولت معه مرارا وتكرارا، ولكن سليم مش عم بيسمع. هي خايفه تضيعه لسليم، يعني صحيا خايفه عليه، خايفه تفقده واولاده بناته البنتين يفقدوه ايضا. لذلك لجأت الى هذا البرنامج، لجأت الى المسامح كريم، مش حتى يسامحها او تسامحه، ولكن حتى تحل هذه المشكله امام ملايين المشاهدين. حابه تحط سليم امام مسؤولياته ويكون عنده شهاده امام ملايين المشاهدين انه سيتوقف عن الادمان ويتوقف عن الحشيشه. خديجه، انا بعرف انه المبادره اللي انت فيها صعبه جدا، صعبه عليكي وصعبه ايضا على سليم وصعبه على البنات. اولا شو اعمارهم البنات؟ 4 سنين وسنتين. ما شاء الله. ما لكم زمان متزوجين يعني؟ 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين له بهالحاله سليم؟ 18 سنة. له 18 سنة، يعني تزوجتيه وكان هو بهالحالة. طيب عم بتزيد معه؟ كل يوم بيزيد. كل يوم بيزيد. كل يوم أكثر من اللي فات. شو بيشتغل؟ مسير مقهى. مسير مقهى. ماشي شغله يعني مع الإدمان اللي عنده؟ هو الإدمان هو اللي كيساعده باش يكون يتواصل مع الناس وباش يكون مكالمي مع الناس ويتعامل مزيان مع الناس. نعم، بيساعده. لما ملي ما كيكونش متعاطي المخدر بيكون متعصب، بيكون بيصير عصبي اكثر. طيب انت حاولتي معه انه جربتي تقنعيه انه اكثر من مره لدرجه اني كنخرج كندي بناتي كنمشي كنخلي لي الدار، نخلي لي ورغم ذلك كيجيو الناس كيتدخلوا بالصلح وكنجي لا ما باقيش غادي ندير، ما باقيش يعني ما نتعطاش باقي للمخدر بس صافي. ما طيب هل حاول هو مثلا توقف؟ لا، عمره مش عايز يحاول. دي اول مره وعائلتي متخوفه، قالوا لي تدير مصر يعني ممكن يتنرفز عليك تما، ممكن يتضارب معاك ما غاديش يلقى هنا في الاستوديو. لا مش حنوصل لهون. بس انت على كل حال مبادرتي كثير شجاعه يعني. مش سهله الك ومش سهله له، لانه بس انت يومين عم تحكي على الملأ، عم تحكي عن حاله اصلا ممنوعه يعني. مش حنقول انه لدرجه الفضيحه لا، بس انه مشكله آفة هيدي ممنوعه. على كل حال انا بشكرك على ثقتك وبهنيكي يعني على هذه الشجاعه، ونتامل انه يجي على استوديو يقبل الدعوه ونتكلم معه. بتامل ايضا انه تقدري تفتحي الستار ويقول لك المسامح كريم وتقولي له مسامح كريم، ويتعهد امام الملأ ان يتوقف
عن هذه الآفة. يا رب. خلينا نشوف ساعي البريد البوسطجي كيف وصل له الرسالة. بعدين نحكي. اهلا استاذ جورج، احنا الان كنتواجدوا بمسجد الحسن الثاني بمدينه الدار البيضاء، وغادي ننتقلوا عند سليم لمنطقه الزرقطوني باش نعطيوه الدعوه ديالو. اجيو معايا. استاذ جورج، حنا دابا قربنا للدار ديال سي سليم، يلا هو معايا باش نعطيوه الدعوه ديالو. السلام عليكم. سي سليم هذا؟ الا كان ممكن نعطيك واحد الدقيقه نتكلم معك لتحت. السلام عليكم سي سليم، كلشي مزيان؟ الحمد لله بارك الله فيك. سي سليم من مواليد 1983. حنا جبنا لك واحد الدعوه من طرف الاستاذ جورج، ها هي. شكرا. واش قابل على الدعوه ديالو؟ ان شاء الله سيدي، شكرا بزاف. إذا فينا نقول إنه الرسالة وصلت إلى سليم، وسليم بطريقه إلى هنا، وبعتقد هو موجود برا. بس بحب ذكر اللي ما تابعونا من الأول بالقصة اللي رويناها قبل هالفاصل، قصة خديجة وسليم. خديجة دعيت زوجها سليم إلى الاستوديو هون حتى تقنعه، حتى يتعهد أمام الملأ وأمام الملايين بأن يقلع عن الإدمان، إدمان الحشيشة. بقى بدنا نشوف نحن إذا كان سليم رح يوافق، وإذا بيصير في تعهد أمام الجميع، ساعتها بنفتح الستار وبيتصافحوا وبيبنوا حياة عن جديد. عندهم بنتين صغار، واحدة عمرها 4 سنوات والثانية عمرها 2 سنين. بدنا ندعي الآن ونرحب بسليم. أهلا بسليم. كيف أحوالك حبيبي؟ أهلا. تفضل سليم. أهلا وسهلا. إيه الأخبار؟ الحمد لله. طمني على المغرب. نعم. كله تمام؟ كله تمام. الشغل كويس؟ الحمد لله. قالوا لي عندك مقهى والأمور ماشية شغالة كويس؟ الحمد لله. أصدقائك كتار؟ زباين؟ كله تمام. كله تمام. مش أنت مرتبك شوي؟ مش عايز تكون مرتبك، أنت لازم ترتاح، ما في شيء بيخوف أبدا. أنا دعيتك إلى هاللقاء إلى الاستوديو لأنه في مسألة بسيطة عايزين نحلها سوا. إن شاء الله. عارف مين ممكن يعني مين وراء هذه المبادرة مثلا؟ عندك شك بحد؟ لا. يعني شوف، أنا وسيط خير، اللي طلب مني أدعيك هو شخص غالي كتير عليك وممكن بحبك كتير. ممكن نعرف؟ واكيد وراح تعرف، بدك تعرف. بدي اياك تطلع بالشاشه وتشوف. ايه تعرفها؟ بعرف. علي صوتك. مين هي؟ زوجتك. واسمها خديجة. وعندكم بنتين. 4 سنوات. شو اسمها؟ ماريا الأولى، والثانية ياسمين. ماريا وياسمين. يا عيني الله يخليهم. وبقالكم 7 سنوات متزوجين، وان شاء الله بعد 70 سنة لقدام ان شاء الله. مش هيك؟ ان شاء الله في العمر. خديجة بعثت لك كتاب تسموه انتم مرسول في المغرب. بعثت لك مرسول. مش عايز تشوفه؟ نعم. بدي انا اقرا لك اياه. تسمح لي اقرا لك اياه؟ نعم. يلا. ليك شو بتقول لك خديجة؟ يعني كلام شعر. بتقول لك: زوجي الحبيب وقرة عيني وأبو بناتي سليم، أكتب لك اليوم كي أقول لك أنني أحبك أكثر مما تتصور، ولعل ذلك هو الذي يجعلني أخاف عليك. أكتب إليك وأنا أعرف أنك تحبني
وتحب ابنتيك، ولكن أترجاك أمام الدنيا كلها بأن تقلع عن هذه الآفة اللي هي الحشيش. يا حبيبي الغالي، حرام عليك نفسك، وحرام عليك بناتك اللتين لا أعرف ماذا سيحدث لهما لو لا سمح الله حدث لك مكروه. بتقول لك الحشيش نهايته صعبة فعلا، يعني ده مظبوط، يعني بيبدأ بالحشيش الواحد بعدين بيتطور بيصير. وأنا مرعوبة، تقول هي، وأنا مرعوبة من هذه النهاية، وأسامحك يا حبيبي على أي شيء مقابل أن تكف عن تعاطي الحشيش. إذا كنت فعلا تحبني فوعدني أمام الناس وأمام ملايين المشاهدين أنك لن تقرب الحشيش ثانية، لمصلحتك ولمصلحة طفلتيك. وإذا كنت أغضبتك ذات يوم دون قصد فالمسامح كريم. يعني هي طالبة منك السماح، ولكن طالبة منك شيء أكثر من السماح، طالبة منك إنه خلص يعني تغير حياتك. طبعا لأنه في تغيير حياة، يعني كل واحد مدمن على شيء لما يتركه حتتغير حياته، بس طبعا تتغير حياته إلى الأفضل. إن شاء الله أنت تتغير حياتك إلى الأفضل. شو رأيك بهالكتاب؟ شو رأيك بهالمرسول؟ ما خبرتنيش، جاتني صدفة، ما خبرتنيش. شو الصدفة؟ أنا حسبت مسابقة. أنت مش متوقع؟ أنا متوقع. أنت مفكر إنه جاي على مسابقة. طب ما حتربح أكثر من المسابقة هلا، حتربح صحتك. طيب ليك يعني هلا خديجة شايفتك، هي شايفتك وأنت شايفها، بدك تحب تقول لها شيء؟ أنا بحبها. بتحبها؟ بحبها علي صوتك لأنه أنا بحبها وممكن نحيد الحشيش ونحيد كل حاجة. ممكن والله تقسم. أنا أقسم بالله أنا لا بس ما ايش؟ ما حسبتش انه حنوصلك لهون. انت هلا وقعت في الشباك، خديجة وقعتك في الفخ. هذا فخ كبير ولكن فخ ايجابي. فخ ايجابي. خليني اسمع خديجة حتقول لك ايه. خديجة قولي له البيت، قولي له يلا، بس احكي عربي شوي نفهمه نحن كمان. يلا تفضلي. انا بغيت نقول لك ما باقيش تكمي على قبل دوك البنيات باش تكبرهم. عم تسمع؟ ما نحتاجوش لشي واحد يكون ظهرنا، بغيناك تكون معنا طول الحياة. ما بيناش نخسروك واحد النهار تجيك شي مرضى ولا شي مرض سرطاني، شي حاجة اللي ما نقدرش نتحملها. بناتك شكون غادي يخدم عليهم؟ شكون غادي يهزهم؟ نخرج انا نخدم عليهم ونخليهم هما متشردين في الزنقة. كتخرج على راسك وكتخرج علينا حتى حنايا. بغيتك ما باقيش تكمي. دوك الفلوس اللي كتخسر في الحشيش خسرهم علينا حنايا وصرفوهم علينا حنايا. شوف صحتك كي ولات. كنهضر معاك كتبغي تضربني، كتبغي تدابز معايا وتخرج من الدار. طيب مش معقول، يعني حب اكثر من هيك ما في. يعني عادة لما بيكون في حالتين مثل حالتك وحالة خديجة بيصير في خناق، بيصير في كذا، والست بتتركه انه روح في داهية. انت عم تقول لك لا انا عايزاك، بدي اياك تبقى معانا ونحافظ عليك وتخلص من هالموضوع هذا. انا مستعد. انا مستعد. انت مستعد. كلام كبير. تتعهد والله انه خلاص. ما اذا بدك تطلع بخديجة، نقسم تطلع بخديجة وتقول لها يا خديجة انا مستعد. انا مستعد من الان، يعني من الان، من هنا بدك تقول لها اقسم بالله مستعد انه مستعد حوقف الادمان على الحشيشة وغير الحشيشة. كل شيء تدخين نوقفه بقى.
بعدك شاب وبناتك صغار وزوجي بتحبك وعندك شغل، بقى ناقصك ايه؟ خلاص يلعن ابوها، حدا بيحط عدو بجسده؟ ما هذا جسدك إلك. شو؟ انا اقسم بالله، اقسم بالله قال لي خديجه، ولا هي قالت لك المسامح كريم، تنقول المسامح كريم عشان نفتح الستار، وبدي اياك تضمها ضمه شديده وقويه لخديجه، وتطلعوا من هون ترجعوا على المغرب وخلاص. اقسم بالله، لانه نحن رح نتابع مع خديجه، وحنصور ونشوف النتيجه، وعايزين نشوفك ان شاء الله بعدين بصحه افضل وعملك افضل وبناتك يكبروا. مش هيك يا سليم؟ الحمد لله. المسامح كريم إلا مسامح كريم، مسامح كريم. مسامح يلا كريم. فتحنا هالستار، خلينا بالله خلص. تفضل تفضل كريم. شايف يعني والله انك محظوظ بهذه الزوجه وبعائلتك. الحمد لله. انت ارادي، مطلوب منك الاراده. حتشكرني، لازم حنتابعك. حنتابعك. واليوم انا بقول اني قمت بعمل من اهم الاعمال، اكثر من المصالحه والهدي والتسامح. تعهد من هذا الشاب الجميل، هذا الشاب انه خلص يقلع عن هذه الآفة، ورح منتابعه نحن ومنخبركم عنه بعدين. شكرا. تفضل تفضل يا سيدي. والله اني فرح جدا بهالنتيجة، كثير سعيد، والله يوفقهم، بتمنى لهم كل الخير، وان شاء الله الى قصة جديدة مع برنامج المسامح كريم.